انت متأخر ولا بتضيع عمرك بإيديك؟ خد بالك، الفرق مرعب بين الاتنين. لو متأخر وبتحاول فلسه عندك فرص كتيرة، إنما لو بتضيع عمرك بالفرجة فمفيش زرار بندوس عليه بيرجع العمر اللي راح. الإنترنت محيط عظيم الإمكانات، لكن السباحة فيه دون بوصلة واعية قد تقودنا إلى الغرق في دوامته. الرقي الحقيقي اليوم لا يكون في التواجد الدائم على الشبكة، بل في القدرة على الانفصال عنها بإرادة حرة للاتصال بما هو أعمق وأبقى، ذواتنا الحقيقية ومن نحب، واللحظة الراهنة التي نعيشها. بالعراقي انتبه لنفسك. أنا ويام رائدة أعمال من العراق. وبالمصري خد بالك، أنا أشرف يحيى رائد أعمال من مصر. السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا خد بالك. العمر اللي اتسرق منك وانت بتتفرج، انت متأخر ولا بتضيع عمرك بإيديك؟ خد بالك، الفرق مرعب بين الاتنين. لو متأخر وبتحاول فلسه عندك فرص كتيرة، إنما لو بتضيع عمرك بالفرجة فمفيش زرار بندوس عليه بيرجع العمر اللي راح. فاكر لما قلنا السوشيال ميديا بتحبسك في دايرة اللي شبهك، وبتسرق رضاك بالمقارنات، وبتخوفك بالأخبار السوداء، وبتوهمك إنك بتتعلم وإنت واقف مكانك؟ والنتيجة إيه؟ سنين بتعدي من عمرك وإنت زي ما إنت. تذكر معايا كده من 5 سنين كنت فين وعملت إيه؟ ولا كله راح في شوية فيديوهات وبوستات ونية بدون فعل؟ للأسف احنا بقينا نحس ان احنا بنعيش واحنا بنتفرج، بقينا نحس ان احنا بنتعلم واحنا بنقلب صفحات، بقينا نحس ان احنا بنتقدم وبناخد خطوات واحنا مستهلكين واقفين مكاننا ما بنتحركش. السوشيال ميديا عملت اخطر حاجة فينا، بدلت الاحساس بالحركة، احساس انك عملت حاجة بجد وانت ما عملتش حاجة. الوقت مش هيستناك ولا يستأذنك ولا هيديك فرصة تانية. الوقت بيعدي سواء كنت بتحاول وتشتغل بجد على نفسك او كنت غرقان في المشاهدات. في شباب دخلوا 30 ولسه ما بدأوش، وفي ناس عدت 40 ومستنيين الفرصة، وفي ناس أحلامها ماتت، مش علشان الأحلام دي صعبة وما تتحققش، علشان أصحاب الأحلام دول كسالى. ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة، علشان مفيش حاجة حقيقية بجد بتيجي بسرعة. الواقع بيقول في تعب، في مجهود، في صبر، في نتيجة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. مفيش حاجة بتيجي كده. السوشيال ميديا للأسف بوظت صبرنا، بقينا كل حاجة عايزينها فورا. تلاقي كتاب في بوست، نجح في فيديو، أمور صعبة جدا. خلينا نكون صراحة مع بعض، في ناس عمرها هيعدي ومش هتنجح، مش علشان الناس دي مش شاطرة، لا، علشان الناس دي عمرها ما بدأت بجد. تخيل كده معايا لو فضلت على نفس الحال بتتفرج وغرقان في المشاهدات، وعدى بيك العمر 10 سنين، هتلاقي نفسك نفس الحال، نفس الشكوى،
نفس الحسرة. ولو بدأت النهاردة انك تتغير وتبني عادة واحدة بس جديدة، احنا مش عايزينك تغير حياتك كلها، حاجة واحدة بس ابدأ بيها. درب نفسك، امشي، اقرأ، انتظم في الصلاة، اعمل شيء واحد ما كنتش بتعمله، استمر حتى لو ما شفتش نتيجة. الصبر هو النتيجة. اصبر، تلاقي نفسك في مكانة مختلفة ونتيجة مختلفة وشخص تاني خالص عن اللي كنت عليه. هو ده الفرق ما بين اللي يبدأ النهاردة وما بين اللي يكمل فرجة. بعد ما عرفت قدامك انك تاخد الخطوة وتشتغل على نفسك وتبدأ من النهاردة وتعافر وتقول انك تستاهل انك تبقى حاجة بجد او انك تكمل فرجة. وبعد ما الامور وضحت، انت كده العمر مش بيتسرق منك، انت اللي بتسمح للعمر انه يتسرق منك. والسلام.